السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكون احوالكم دائما جيده ان شاء الله. اليوم كنقترح عليكم هاد الصوبه او شوربه اللي كتجي زوينه بزاف، كتجي بالخضر، يعني الشوربه ديال الخضر ولكن ما كتكونش مطحونه، كتكون مقطعين، يعني الخضر مقطعين طريفات صغار، وكتجي بنينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وعلى بركه الله كتجي واحد الصوبه، يعني ما نقول لكم شحال خطيره وشحال بنينه بزاف. كتجي بحال الحريره المغربيه، يعني اللي كنديرو بالحمص، والمذاق ديالها كيجي بحالو. وعلى بركه الله هنايا كنحتاجو واحد 3 المطيشات، نتوما كديروا على حسب الكميه اللي بغيتوها بطبيعه الحال. واحد شويه القزبور ومعدنوس، واحد نص ربطه ديال الكرافس اللي كيكون باقي طري، وواحد البصيله، واستعملت هنا 2 خزوات، واحد 3 بطاطات. هنايا الكميه اللي يعني غنقطعوا واحد الكميه، والكميه الاخرى غادي نطحنوها باش تعطينا الختوريه. صافي. هنايا واحد 4 ديال حتى 5 ديال الكورجيط. وعلى بركه الله غادي ناخذ الخضر ديالنا اللي غادي نقيوها كامله. يعني كتجي واحد الصبه رائعه بزاف وبنينه، يعني بحال الا كتشربي الحريره، يعني الحريره د الحمص كما كنقولوا لها حريره الحمص، وكتجي رائعه بزاف وبنينه. ولكن هي راه بالخضر كامله، يعني كل شيء يعني ما فيهاش الدقيق ديال، يعني داك الطحين اللي كندور به، ما فيهاش، كل شيء كنصايبوه غير بالخضر. الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش انكم تدعموني بلي لايك والتعاليق، وتبارطاجيو القناه ديالي مع جميع الاصدقاء والاقارب باش هكا تعم الفائده. واللي ما مشتركش او ما مشتركاش، اضغط على زر الاشتراك وخاصيه الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. صافي. من بعد ما غادي ناخذ ديك الخضر ديالنا اللي غادي نقيوها كامله، والبصله حتى هي، والمطيشه، وكل يعني غادي نقيوهم كاملين. المطيشه هنا انا ما حيتلهاش لا الزريعه، ما حيت لها لا القشره ديالها، حيت لها غير ديك الوريده اللي كتكون الفوق وصافي. وهنايا خديت خيزو وحده، يعني خديت وحده وقطعتها مربعات صغيره، يعني ديك مكعبات صغيورين. يعني الخضر ديالي اللي غادي نستعملها، يعني اللي غنستعمل نخليها هكا مقطعه صغيره، غادي نقطعهم في نفس القياس، يعني ما يجيش شي حاجه كبيره وشي حاجه صغيره. والبطاطا حتى هي، يعني غادي نقطعهم مكعبات يعني متساويه الحجم. يعني هاد الصوبه هادي راه فنه بزاف، فنه ما نقول لكم شحال غزاله بزاف. غير جربوها، راه غادي تعجبكم بزاف بزاف. صافي. من بعد غادي نقطع يعني مكعبات كما قلت لكم صغيره، ويعني متساويه الحجم، باش كيعطينا داك المنظر زوين، وكتجي ديك الحريره غزاله بزاف، او الصوبه كتجي يعني في المنظر ديالها غزال. صافي. قطعت انا 2 بطاطات وخيزوه، وقطعت واحد 3 د الكورجيط، وخليت واحد 2 حتى هما غادي نطحنوهم مع البطاطا اللي خليت وخيزوه اللي خليت. صافي. وهذه هي الخضر اللي غادي نخليها هكا صحيحه، يعني باينه. وهنايا غادي ناخذ داك الكرافس والربيع، قزبور معدنوس، غادي نقطعهم كاملين، يعني نقطعهم واحد يعني رقاق. انا هنايا هاد العروشه هادو ديال الكرفس ما لحتهمش، حيت هما فيهم الفائده وزوينين، يعني ما غاديش نلوحهم، غادي نقطعهم بحال هكا على 2، حتى هما غادي نستعملهم مع الربيع. صافي. وغادي نقرد كاع هاد القزبور والمعدنوس والكرفس اللي عندي، يعني يكونوا رقاق. يعني كتجي الريحه ديالها والمذاق ديالها كيجي بحال الحريره ديال الحمص، كما كنقولوا الحريره المغربيه ديال الحمص. ولكن هي راه خضر، كل 100% خضر. صافي. من بعد ما خديت الكرفس ديالي قطعته حتى هو، وغادي ناخذ هنايا واحد الطنجره، وغادي نديرو فيه الخضر اللي مقطعين. هنايا ما غاديش نسدو على الكوكوط، كما كتعرفوا ان الخضر مقطعين صغار ما غاديش ياخذوا لينا بزاف ديال الوقت. يعني هذه راه حريره او صبه ديال 10 دقائق، يعني راه دغيا كتوجد. وناخذ الربيع والكرفس اللي قطعناه حتى هما غادي نضيفوهم. صافي. هادو هما المكونات اللي غادي يبقاو هكاك يعني ما غاديش نطحنوهم.
وهنا خديت ديك الخيزوه وخديت ديك البطاطا، غادي نقطعهم غير عشوائي، يعني غير نقطعهم طريفات بحال هكا، حيت هما غادي نضيفوهم، ولكن من بعد غادي نهزهم باش نطحنوهم. والبصله غادي نخليها هكاك صحيحه، والكورجيط حتى هي غادي نقطعها غير على جوج بحال هكا، حيت كلشي غادي يتطحن. هاد الخيزوه اللي بانت لي غليظه غادي نقسمها على جوج بحال هكا صافي. صافي وغادي نضيف هاد الخضر هادي كاملين، غادي نضيفهم على الطنجره ديالي كما قلت لكم. راه من بعد كناخذوا هاد الخضر يعني كنحيدوهم، وغادي نضيف ديك المطيشات، 3 ديال المطيشات، وانتم على حسب اللي كتبغيو الحريره تكون حامضه تزيدوا اكثر. وهنايا درت واحد المعلقه ديال الملح على حسب الذوق بطبيعه الحال، واحد نص معلقه ديال الكركم، وواحد راس معلقه ديال الابزار، وشويه ديال السكنجبير، واحد 2 معالق ديال زيت العود، 2 معالق كبار. صافي وغادي نستعمل هنا الماء طايب، انا درت الماء حتى غلا، وغادي نضيفوه للخضر ديالنا. يعني غنستعملوا الكميه اللي بغينا، حيت كما كتعرفوا ان يعني هاد الصوبه هادي ما غاديش تاخذ لينا بزاف ديال الوقت. غنحطوها فوق البوطه 10 ديال الدقائق بركه عليها، باش ما ديك الخضر الصغيره الرقيقه ما يعني ما طيبش حتى تهرى. حنا حاجتنا تبقى صحيحه وطيبه بطبيعه الحال. من بعد ما كتغلى كنحسبوا ليها 10 دقائق صافي، وكنحيدوا الخضر. واخا كيكونوا هادو المطيشه وهادو الكبار مازال ما طايبين ماشي مشكل، حيت راه غادي نطحنوهم، ولكن هما راه بدا يعني داخلهم شويه الطياب. غادي ناخذوا المطيشه وناخذوا الخيزو وناخذوا يعني ديك البطاطا اللي درنا، يعني ناخذوا ديك الخضر كلها اللي غليظه كامله. يعني راه الطريقه سهله، ويعني ودغيا دغيا ماشي شي حاجه صعيبه علينا، يعني اننا نحيدوا هذيك الخضر وتجينا واحد الصوبه رائعه، واحد الشوربه غزاله بزاف، غزاله ما نقول لكم شحال فنه بزاف وصحيه اكثر. صافي وغادي ناخذ دوك المطيشه وديك الخضر اللي غلاض، غادي نطحنوهم كاملين، ندوزو هما في المكسور بحال هكا دغيا دغيا غادي يطحنوا لينا، نطحنوهم مزيان مزيان صافي. من بعد ما تطحنوا غادي نحطهم على جنب حتى نضيفوا المكونات اللي غادي نزيدو في الطنجره ديالي. هنايا انا غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الشعريه اختياريين، انا غير بغيتها باش تجينا المنظر ديالها ويعني تجينا بحال الحريره. انا ضفت واحد 2 معالق كبار حتى 3 ديال الشعريه، وواحد معلقه كبيره ديال مطيشه الحك او معجون الطماطم. صافي وغادي ناخذ ديك الخضر اللي مطحونين هما اللي غادي ندوري بهم الحريره. غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفيهم بطبيعه الحال باش تبقى لينا ديك القشره ديال المطيشه، ويعني وديك الخضر اللي مازال ما طحنات مزيان، وديك الزريعه ديال المطيشه حتى هي ما تدوزش، ما غاديش تدوز. صافي من بعد ما صفيت كما كتشوفوا راه بقات غير القشره وديك الزريعه ديال المطيشه صافي. وغادي نحركو مزيان هاد الخضر ديالنا وهاد الشوربه اللي كتجي غزاله بزاف. وهنايا غادي نخليوها الطبخ واحد 3 حتى ل 4 ديال الدقائق، غير تبدا تغلى نحسبوا ليها واحد 3 حتى ل 4 ديال الدقائق بارك عليها. كما كتعرفوا الشعريه راه دغيا كطيب صافي. وغادي نخليها هنايا حتى طيب حتى تطبخ. هنايا ملي بدات كتغلى كطبخ، حسبت ليها 2 حتى 3 دقائق صافي وطفيت عليها صافي. وغنخليوها ترتاح وغادي نقدموها بالصحه والراحه، كتجي فنه بزاف، غزاله كنقدموها مع التميرات، كتجي زوينه بزاف بحال اللي كتشربي الحريره ديال الحمص. هنايا اللي ما كيعجبوش الحمص راه كتجي المذاق بحال حريره الحمص نيشان في المذاق ديالها. وكنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وهذه هي الشوربه اللي يعني اللي صايبت لكم اليوم. كنتمنى انكم تجربوها، كنتمنى لكم شهيه طيبه وفرجه ممتعه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.